تتذكر واحنا صغار كانت امياتنا تقول لها تعلموا يما، اتعلموا بكره بترتاحوا لما تكبروا. ما انتبهنا لهذا الكلام. تذكروا اني بقول لكم استغفروا بترتاحوا بعدين. تذكروا اني انصحكم بالاستغفار فهو فوق كل شيء. والله سترتاحوا من هموم الدنيا كلها، ستقضى اموركم واحدة تلو الاخرى. والله هذه وعود الله جل جلاله. الزموا الاستغفار. وتذكر امك لما كانت تقول لك اتعلم يما وانت ضيعت التعليم. تذكر ضيعت التعليم الى ان وصلت الى جيل خلص اقبلت على الشغل. كان المشوار في البداية جميل، شغل جميل في البداية، في شوية فلوس، وبعدين بدأت الحياة الروتينية، وبدأ التعب، وبدأت المشقة، وبدأ التسلط المعلم عليك، وهكذا. لكن ما سمعت النصيحة تعلم يما. وانا بقول لك تعلم او الزم الاستغفار. حية الزمها خالصة لوجه الله. الزم الاستغفار بالليل والنهار. ايش بدي حدك؟ ما بنفعش اني احكي كل شيء يعني بخصني، لكن في كل مشروع اقبل عليه وهو مشروع كبير كأنها نبعة ماء. هذا الرزق، المال يبدأ كأنه نبعة مال، يبدأ يأتي من كل مكان حتى تقضى هذه المهمة أو هذا المشروع حتى يخلص ويبقى خير كثير، ثم هكذا. والله كل مشروع أقبلت عليه، طبعا إنه الترتيب الرباني لإقبال على هذه المشاريع. شو بدي أحكي؟ قد بدي أنصح. قديش قالوا لك إنك فلان الفلاني بن جيرانكو متعلم والله فاتح عليه وشغال في مكتب ومعه مكيف وحياته طيبة وجميلة وملابسه مهذبة ومكوية وما شاء الله عليه، وانت بتشتغل بالحم بالشمس بالحر، ملابسك دايما يعني متسخة. لا نعيب طبعا، انا بدي ابين الصورة انه شتانة ما بين وبين، شتانة ما بين واحد بيشتغل تحت المكيف، وشتانة من يعمل بالحر والشمس وهكذا.